قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. أصر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على التواجد في مدرجات ملعب الفيلودروم لمتابعة مباراة مارسيليا وضيفه أولمبيك ليون في إطار الدوري الفرنسي، ويأتي حضور الركراكي للقمة الفرنسية من أجل إظهار الدعم لعز الدين أوناحي وأمين حارث ثنائي مارسيليا. وعاد أوناحي لأجواء اللعب بعد غياب طويل، ونجح في هز الشباك خلال الجولة الماضية أمام رين. أما أمين حارث أعاده الركراكي لأجواء المنتخب بعد غيابه عن مونديال قطر بسبب إصابة الرباط الصليبي، ورافق الركراكي في هذه المهمة مساعده رشيد بن محمود، كما تواجد المهدي بن عطية الذي يشغل منصب المستشار الرياضي لنادي مارسيليا. وبحسب مصادر جو نيوز فإن جولة الركراكي ستقوده لمقابلة بعض لاعبي المغرب في الدوري الفرنسي قبل حسم قائمة الأسود في أفريقيا.